دلوقتي طبعا امراض الصيف اختلفت كمان نتيجه تغير في حاله الفيروسات. بقى الناس زي ما كنت اقول لك يجي له برد في الشتاء، بس لا دلوقتي ممكن يجي برد في الصيف. صحيح، واصعب كمان من ما هو الشتاء. اسمه ايه برد الصيف؟ ايه؟ احد من الصيف. احد من الصيف. برد الصيف احد من الصيف ليه؟ لانك مطالب منك انك انت تشغلش تكييف، تشغلش مروحه، وتكلفت هتكلفت ايه يعني بتبقى مشكله كبيره. صحيح. فبيبقى صعب قوي، لكن لازال موجود، بس احتياطاتنا. بس خلي بالك برضو من ضمن الحاجات السبب الكبير فيه هو التكييفات والمراوح. في ناس بتنام يا قرين ومعرضه المروحه في وشها، ده كلام. الجو يا دكتور يعني برضو احنا ما كناش متعودين على درجات الحرارة اللي احنا بقينا عايشين فيها انا الأيام دي. معاكي، بس مش التعرض المباشر. يعني ايه؟ هتنام على تكييف، اظبط الحراره وتايمر وخلي الاوضه تراوه كويسه ونام. لكن تكييف ضارب عليك لحد الصبح، هتقوم تلاقي الجيوب الانفيه مقفوله، وعندك صداع من الجيوب الانفيه، بيحصل التهاب في الاغشيه بتاعه الجيوب الانفيه، وده بيعمل صداع وبيعمل مشكله كبيره. فطبعا احنا برضو الممارسات اللي بنعملها هي اللي بتعمل المشكله، مع انك انت ممكن تاخد الغرض من الحاجه باقل خسائر ممكن.